كوبي كوبي كوبي. طبعا زي ما انتم شايفين كوبي شايف الكوره تمام، حاسه المطارده عنده عاليه، هيموت ويطول الكوره تمام، ودانه مقفوله مش عايز يسمعني، مش مركز معايا والكلام ده كله. انا هعمل ايه بالنسبه لي؟ بالنسبه لكلب زي كوبي هو اوريدي يعني عارف السياج كويس جدا، الوضع هيبقى سهل شويه. هبدا ابعد بيه لحد الحته اللي مش بيطارد فيها الكوره واللي مش متجنن عليها وواقف هادي فيها، وابدا ادربه واشغل باله معايا بالاكل واخليه يرجع لي وياكل وهكذا لحد ما يبدا هو يطنش الكوره. الموضوع ده ممكن يخلص في يوم، ممكن يخلص في 10، ممكن يخلص في 20، ولكن المهم انك تبدا بيه مع كلبك عامه. لو عايز يجري ورا حاجه لازم الاول تبعد شويه بحيث ان ما تبقاش الحاجه مجنناه قوي، ثم تبدا تدربه عليها واحده واحده. يلا كلب زي كوبي انا في تقديري الشخصي مش هياخد وقت لان هو اوريدي الفاونديشن بتاعه كويس وانا مدربه على تشتيتات ثانيه كتير. تعالى خد كوبي، كوبي خد. تمام، قرب شويه. طيب هو على المسافه دي هدي في ايدي، يبقى هبدا من المسافه دي. تمام، ست. تمام، طول ما انا بحاول اظبط له الوضع وهو متجنن كده عمري ما هعرف، لازم ابعد شويه الاول. تمام، هو هنا قادر يفكر شويه عن ما بنبقى قريبين. هبدا اقرب بيه واحده واحده. تعالى كوبي كم. تمام، ودنه معايا، قرب بيه واحده واحده وهكذا. كلب زي كوبي زي ما انا قلت الوضع هيبقى سهل بالنسبه له في النقطه دي. تمام، في كلاب تانية ممكن الموضوع ده ياخد ايام بل شهور ساعات، انك ما تقدرش تقرب غير واحده 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 قوي. تمام، فالمهم في الاخر خالص ان هو لو الكلب هيتجنن على حاجه وبيطاردها ابعد شويه ودربه في وجود الحاجه دي بس من بعيد شويه الاول، ويبقى قرب واحده واحده وحسب الكلب. زي ما قلنا في كلب يوم في كلب 10. تعالى هاني. هنا هو تجاهل الكره اللحظه وناديت له ورجع. الملحوظه الثانيه ان انا لما اجي اخليه يبعد عن الكره لازم يبعد الاول وبعد كده كافئ. تمام، علشان يبقى اتعمل له حاجه اسمها دي ام تي او ديستراكت ماركت ريد. هو شاف الكوره انا تمام، عملت له ديستراكشن لما جه يشد ناحيتها او جه ناحيتها، عملت له اسمه، ناديت اسمه، قلت له كم، قلت له تعالى، الاوردر اللي هو عارفه، تعالى كوبي تعالى. تمام، وقمت مديله يس او كليك او ايا كان الحاجه اللي الكلب عارفها، ثم كافئت الكلب. ده بيخلي الكلب يبدا يبقى اسهل معاك. ست داون زي ما احنا شايفين. هرجع اقول تاني كوبي اوريدي متدرب تدريبات عاليه شويه، فاوريدي سهل ان هو يطبقها في موقف زي ده بسهوله. في كلاب ممكن تاخد منك وقت، بس زي ما احنا شفنا الاول كان متجنن تماما، دلوقتي الوضع اسهل. هبدا اقرب واحده واحده لحد ما ابقى قريب من الكوره وهو مطنشها. كم كم يس كم كم بوي. زي ما انتم شايفين فاضل بين الكوره وبين انه يجي، وعارف انه كده كده هيتمنع وهكذا. طيب في كلاب تمام منهم كوبي، بس انا بستخدم معاه الطوق دلوقتي، بيحتاج يلبس حاجه اسمها سديري بفرونت كليب، بفرونت كليب يعني الحلقه بتاعته من قدام، فلما يشد قوي يلف ويرجعه. في كلاب ممكن الطوق ينفع معاها، بس اغلب الكلاب اللي بتشد ما بينفعش معاها الطوق قوي. انا بس عشان زي ما قلت كوبي شاطر فبالتالي انا بعتمد على شطارته. بس انا برضو بوضح انك لو انت ملبس فلات كولر او طوق زي ده والكلب بيشد جامد قوي وانت اصلا مش عارف ترجعه، فانت اصلا هتفشل في المهمه. فلازم تلبس اداه زي ما قلت سديري، بس ده سديري مخصوص بيبقى الحلقه من قدام مش من ورا. تمام، وده منتشر جدا بره دلوقتي. تمام، السديري ده ميزته داون، الكلب لما بيروح بتعرف ترجعه. داون داون زي ما قلت. كوبي كم. الكلب بدا يهدى في ايدي. الموضوع ما بيبقاش برده بين يوم وليله، يعني كوبي هيحتاج تكرار كذا مره وتكرار من صحابه
لحد ما نوصل لاحسن شكل. خد كم كبير. يس جود بوي. تمام. فدي نقطه لازم تبقى حاطينها في الاعتبار ان الموضوع بيحتاج تكرار. دي نقطه بقى. كم كم ست. كرة قربت منعت رجعته. تمام. طبعا انا ما اقدرش اعتب عليه لما الكرة تقرب قوي لان هو لسه مش مدرب ينفذ في الكرة قريبة قوي. كوبي. تمام. ست داون كم. الملحوظة ان هو الموضوع هيبقى ايه؟ هو كان مثلا بيشد 20 مرة. بعد كده كوبي. ست داون داون. بعد كده بقى اقعد بقى احسبها بقى بيشد 10 مرات بقى بيشد 5 والموضوع يقل لحد ما يبطل مطارده بعد كده. داون ستي داون ست كم كوبي كم كوبي نو. زي ما شفنا لما الكرة بتقرب قوي بيبدأ يعمل ليه؟ علشان هو لسه مش مدرب انه يتجاهل الكرة عن مسافة معينة. ست. قرب شوية. خلوا بالكم برضو ان انا بديله مساحة للغلط شوية او لان هو يتعدى شوية وكده علشان نصلح شوية. داون تمام. بشغله معايا. كده يلا كم كوبي. يلا خد ست. يو بصوا بصوا داون داون ستي. تمام. زي ما شفتم هو خلينا احنا المره دي قربنا اكتر. التكرار بقى يخليه شاطر. طيب حاجه اخيره بقى. واحد هيقول لي ما انت معاك اكل وبتستخدم اكل معاه والكلام ده كله. اول حاجه انا هقولها له هو اصلا كل اساليب التدريب وكل علوم التدريب بتبدا باكل. فاي حد يقول لك انك تعالج حاجه زي كده بالكبت او بالعافيه او بالشد او بالنتش او بالخنقه او بالعقاب الجامد من غير ما الكلب يبقى فاهم اصلا من الاول ايه. واصلا مع العلم طبعا ان ترهيب الكلب او تخويف الكلب او ضرب الكلب مرفوض تماما. ماشي. فهو بيقول لك كلام مش صحيح لان احنا في الاخر خالص احنا عايزين نخلق عاده عند الكلب. يعني ايه عايزين نخلق عاده عند الكلب؟ عايزين نخلق عاده ان هو من بدايه ما بدا يحتك بالكوره او بالحاجه اللي يطاردها وكده اتعلم ان مصلحته انه يسيبه منها. فاحنا هنا بنكافئه مش عشان يعمل حركات. يعني هنا بنكافئه علشان يسيبه من العاده دي ويبقى عنده عاده بديله. خد ست. كل مره هو بيختار
فيها ان هو يطنش الكوره انا بكافئه. لا اه وبي كم من ضمن التدريبات اللي ممكن اعملها، هو عارف الهيل تمام ان هو بيمشي ورا الايد بالاكل والكلام ده كله تمام، فببدا ان انا ممكن اقرب من الحاجه اللي هو بيشد ناحيتها، بس ان انا ابقى مقرب الاكل من بقه شويه بحيث ان هو يبقى الموضوع سهل عليه ويبقى مركز معايا اكتر. ده في الخلفيه مخه من ورا بيخليه يسجل بعد كده ان الحاجات دي ما اجريش عليها قوي. يلا تعالى. بص بص ارجع ست ست يلا كم. طبعا السيشن اللي فات دي بتبقى المراحل الاولى، بعد كده طبعا بيبقى لسه في نقطه ازاي انك انت تهندل الليش كويس، ان انت تعدل الكلب جنبك كويس، انك انت توقفه فين كويس، ان هو مع الوقت يتعود ان هو بيعمل اوامر الطاعه اللي بيعملها في المعتاد تمام ماشي بدون وجود مشتت، يعملها بسهوله جدا في وجود المشتت ده. بس كده، نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله.